السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي الأعزاء، مرحبا بكم معايا. معكم سمية من قناة مطبخ البيت، سمية كوتشينا كازالينكا. نتمنىكم تكونوا في أحسن الأحوال وأحسن الظروف. مرحبا بكم معايا وأبشركم مبروكة رمضان مبارك سعيد، دخل لكم إن شاء الله بالصحة والسلامة وكل ما تمنيتوا. بالنسبة للوصفة ديال اليوم البنات غتكون عبارة عن بريوش اللي هما حلوين. عمرتهم هنا بلا كريم باتيسير، وكاين اللي عمرته بالشوكولات. درت هكا هاد الشكل هكا اوفال، ودرت هاد الشكل دائري. كيبقى لكم حريه الاختيار. وهاد الوصفه صراحه راه كتجي غزاله البنات، وهاد العجين راه معتمد عندي، فكنتمنى تجربوا الوصفه، واللي عجبته الوصفه يدوز معايا باش يشوف المقادير وطريقه التحضير. ندوزو ان شاء الله باش نحضروا الوصفه ديال البريوش ديالنا البنات. بالنسبه للمقادير، عندي هنا نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال السكر سنيده، عندي كاس ديال الحليب مع مرش، كاس وكاس لاروب، يعني واحد ربع يطرو ديال الحليب 250 ملل. عندي هنا خميره معجونه، والقاعده دائما كتقول بالنسبه للبريوش وهاد يعني بالنسبه للمخبوزات نص كيلو ديال الفرص 25 غرام ديال الخميره هكا ديال معجونه. وبالنسبه للمجففه عندنا 10 غرام. عندي هنايا بيضه، عندي الفانيلا، درت هنا جوج ساشي حيت المهم بغيت النكهه ديال الفاني تكون عاطيه. وعندي هنا ساشي ديال الخميره ديال الحلوى مليحه، واكيد معلقه ديال الخل باش تجينا البريوش ديالنا مفشفش. المهم بالنسبه للطريقه راه عادي، راه غندير كاع المكونات هنا في البول. بالنسبه اللي غيعجن بيدي الطريقه راه واضحه. طاح ليا واحد القشره ديال البيض، صافي غنضيف الزيت، غنضيف السكر، وغادي نضيف معلقه ديال الزبده البنات. ملي نجمع العجين غنضيف واحد المعلقه ديال الزبده ولا واحد القطعه ديال الزبده فاش تشد لك ليا العجين. صافي غندير هنايا الحليب، معلقه ديال الخل، صافي غادي نديرها تعجن. صافي البنات من بعد ما تجمع الخليط غادي نضيف هذيك المعلقه ديال الزبده اللي قلت لكم، وغنديرها تدلك مزيان مزيان ونطلقها. صافي البنات من بعد ما دلكات العجين ديالي على هذا الشكل راه كتكون العجينه البنات لينه، ما كتكونش يعني ما جاريه، ما يعني ما قاصحه بين وبين. دابا غادي نغطيه ونخليه حتى يضاعف الحجم ديالو ونطلقاو باش نشكلوه. فالبنات من بعد ما خمر العجين وضاعف الحجم ديالو دابا غادي ندير عليه صافي غادي نقسموا الكريات. الحجم اللي بغيتوه البنات، بغيتو تكبروا بغيتو تصغروا. صافي دابا غادي نبدا نطلق في العجين. يمكن لكم تستعانوا بالدقيقه البنات، واخا غير شويه الا كانت كتلصق زعما صراحه بزاف. صافي انا هنا عندي لا كريم باتيسير، هذه صراحه انا البنات واجده، كنشريها واجده، ماشي يعني ماشي محضراها، ولكن راها يعني حتى الطريقه ديال التحضير ديالها راه سهله، وديجا شاركتها معكم شحال من مره. بالنسبه للبنات ديال الطاليان بلاتي نوريكم الماركه اللي كنستعمل هكا باش اللي تعمل فائده، لان كاين بعض المرات قلت لكم البنات ما كيردوش البال المنتجات. ها هي لا كريم البنات اللي كناخذ، هذه كناخذها من ايبر، كاينه في الكوب، كاينه في ايسيلونغا، وكيحطوها مره في ليدل، غير مره في ليدل، ولكن دائما كتكون في ايسيلونغا والكوب وكاريفور. المهم هادو كاع البلايص اللي كتكون فيهم هذه. بالنسبه لطريقه التحضير ديالها راه ماشي فوق النار، يعني كتخلط غير مع الحليب بدرجه حراره يعني المطبخ يعني ولا الغرفه، يعني كيكون الحليب ديجا ما يعني ما خاشينوش في الثلاجه، يعني وكنخلطوا هذا المستحضر هذا مع الحليب، كنحركوا غير بالفويه يعني غير بيدينا حتى كتعقد لينا، كتولي عندنا الكريمه على هذا الشكل هذا. صافي غندير هنايا الوسط،
صافي وغنجمع العجين ديالي على هذا الشكل. صافي ونحط في الطاوله اللي غادي نطيب فيها البريوش ديالي. بالنسبه لهادو غنديرهم على شكل اوفال. بالنسبه لهادو غنديرهم بالشكلاطه البنات على حسابيه الوليدات راكم عارفين. على هذا الشكل هذا. فالبنات دابا من بعد ما كملت التشكيل ديال العجين معاكم غنغطيها نخليها حتى تختمر ونتلاقاو باش نطيبوها. البنات من بعد ما خمرات هاد البريوش ديالي صافي دابا غادي ندهنهم بالصفار ديال البيض. درتو مع شويه ديال الحليب. صافي غنزين هكا من الفوق برقائق ديال اللوز. يمكن لكم ديروا زنجلان ولا خليهم غير هكاك عاديين. صافي في هاد الاثناء البنات راه شعلت الفران يسخن درجه الحراره 180. انا عندي يعني فرن كهربائي كندير الفرفاره وكنشعل عليه الفوق والتحت يعني في دقه كيطيبوا في مره واحده. وصافي دابا غندخلهم للفران ويطيبوا نتلاقاو ان شاء الله. صافي البنات البريوش ديالنا من بعد ما خرج من الفران كيجي على هذا الشكل كما كتشوفوا. راه كيجي زوين راه باقي سخون البنات كيجي غزال. والعجينه صراحه راه ساهله وكتجي هشه وناجحه. كنتمنى الوصفه تجربوها البنات اكيد. باش بالنسبه للزينه البنات غنزينونا هكا بالسكر سقيل. كيبقى لكم يعني حريه الاختيار. يمكن لكم تخليو غير هكا كيجيو البريوش اولا الكروس اللي شاركت معكم اليوم البنات. سالي الوصفه ديال اليوم البنات. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم وكنتمنى لا فيديو ديال اليوم البنات يكون خفيف ظريف على قلوبكم. قلت علاش اللي ما نشاركش وصفات هكا سهله وبسيطه مع الاخوات ومع المتتبعات ديالي. واللي اول مره غيشوف القناه ما تنساش ابوني والضغط على الجرس اللي عجبك المحتوى ديال القناه. صراحه راكم عارفين رمضان سبحان الله العظيم كنشهاو الحوايج المالحين كنشهاو الحوايج الحلوين. نقطع معكم وحده هكا من الوسط تشوفوا كيفاش كتجي. بالنسبه للعجينه البنات راه كتجي روعه واعتمدوها البنات يعني راه كتجي شي حاجه زوينه بزاف. فكنتمنى ديال الفيديو ديال اليوم يعجبكم وما تنسونيش بطبيعه الحال من التعاليق ولي لايك وبارطاج مع الاهل والاحباب الى عجبكم لا فيديو ديال اليوم. كنقول لكم دمتم في امان الله الى الفيديو القادم.